مبروك رجوعك لبيتك وعيلتك، ربنا يهدي سركم. السلام عليكم، الله يبارك فيك. اول هم الناس اللي كانت داخله تقول ده كان ترند، ده كان بتنجان وبتاع، الله يسامحكم. بصوا يا جدعان، انا عندي بنت صغيره، فانا مهما يكون في مشاكل اقسم بالله كانت واقفه على الطلاق، وكانت خلاص مفيش رجوع تاني، لولا اللي ربنا عاوز كده يعني. ولسه الحوار شغال يعني، بنتكلم وكده وبنحل. انما عهد الله كان فعلا كل واحد فينا راح لحاله. انا قعدت شهر ونص بعيد عن البيت، بس اكتشفت ان انا ما عنديش اغلى من بنتي في الدنيا دي بحالها. وزي ما انا قلت طول عمري بقول، مرات ست جدع مش وحش. بس طبعا اي بيت بيبقى فيه سوء تفاهم وخنق وبتاع ومشاكل. فانا اقسم بالله عمري ما طلعت عملت ترند على البرنامج ده في الحاجات دي بالذات، لا بالعكس. الواحد ساعات بيبقى فيه مشاكل صغيره ما بطلعش اقولها. عمري ما سالت حد انا ليه ما بنزلش مصر. انا مش محتاج ان انا اطلع مراتي عشان اطلع ترند، لا بالعكس. اقسم بالله انا قضيت شهر ونص بعيد عنهم، انا قلبي كان واخدني على على البنتين الاتنين، لان من غير اب، وهي واحده ست من غير جوز. فانا عندي بنت. فالناس اللي كانت طالعه تقول ترند ومش ترند، الله يسامحكم، مش في دماغي. وتلاحظوا ان انا ما اتكلمتش في الموضوع ده طول الشهر ونص، ولا حكيت مع حد في الموضوع طول الشهر ونص، ولا عملت فيديوهات على الحاجات دي. الا فيديو اتنين بس قلت يا جدعان من الناس تخش تكتب ده في مشاكل عليه، ما قلتش لا، طلعت قلت في مشاكل وانا بعيد. وربنا يصلح الامور.